أكد عضو مجلس النواب وممثل ليبيا بالبرلمان العربي حسن البرغوثي دعم ليبيا للمقاومة الفلسطينية دون تردد أو خوف من المجتمع الدولي. جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة للبرلمان العربي أبدى خلالها استعداد ليبيا لإرسال السلاح للمقاومة في غزة. ولا نخاف بقولة الحق لومة لائم. أقسم بالله وأنا مسؤول عن كلامي، علي نعم السلاح اللي في ليبيا كله نقلوا لي غزة. كما أضاف الممثل الليبي أن الليبيين جميعهم يؤمنون بهذه القضية قلبا وقالبا، صغيرهم قبل كبيرهم، مؤكدا استعدادهم لتقديم كل ما يملكون للقضية الفلسطينية. لا، هذا كيف تدعم في المقاومة؟ ندعم فيها. أنا عندي دولة تدعم فيها قلبا وقالبا، ومثل ما تفضل أخي عبد السلام أمس مظاهرات، ونؤمن بهذه القضية الصغير قبل الكبير. وفي آليل فتح الحدود سوف نقاتل في غزة ونقاتل مع أخوتنا في فلسطين. في ظل ما يحدث الآن في غزة، دعا مجلس النواب الليبي إلى إيقاف تصدير النفط والغاز للدول الأجنبية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وطالبوا المجلس بطرد سفراء الدول الداعمة للكيان الصهيوني المحتل من ليبيا فوراً، وأكد على ضرورة عقد جلسة عاجلة على مستوى القيادات لجامعة الدول العربية والمنظمات الإسلامية، والدعوة إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الإطار. وهاجم مجلس النواب زيارات رؤساء الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا إلى الكيان لإعلان دعمهم الكامل له من أجل إبادة الشعب الفلسطيني ووأد حقه المشروع في المقاومة وبناء دولته المستفلة، داعيا الشعوب العربية والإسلامية إلى نصرة إخوانهم في القطاع بجميع السبل والوسائل. وانتقد المجلس فشل النظام الرسمي العربي، خاصة تيار التطبيع مع الاحتلال، وعجزه عن اتخاذ موقف جريء يعبر عن إرادة الشعوب، ليصل الأمر إلى عدم القدرة على إيصال الاحتياجات الأساسية للقطاع من الدواء والماء والغذاء والوقود في حصار مطبق وقتل جماعي ممنهج تمارسه العصابات المجرمة.